ليه القصص اللي بنسمعها واحنا صغار بتفضل محفورة في ذاكرتنا وبتأثر علينا طول حياتنا؟ عمرك سألت نفسك ليه قصة سمعناها واحنا أطفال لسه فاكرينها لحد النهاردة؟ ليه في قصة معينة كل ما نفتكرها نحس بشيء غريب؟ القصص مش مجرد حكايات، هي مرآة لثقافتنا وجزء من تكويننا النفسي. من أول الأساطير القديمة لقصص الجدة قبل النوم، كل قصة بتحمل معنى ورسالة. لكن التحدي الحقيقي هو: هل إحنا فعلا مدركين قد إيه القصص دي بتأثر فينا؟ بتشكل مخاوفنا، طموحاتنا، وحتى نظرتنا للحياة؟ كتير من الناس يفتكروا القصص مجرد ترفيه، لكن تأثيرها أعمق بكتير من كده. خلينا نرجع شوية للوراء. أول قصة سمعناها عن الغول كانت بتخوفنا، لكنها كانت وسيلة أهلنا يعلمون الحذر. قصة البطل اللي انتصر على الشر غرست جوانا فكرة إن الخير دايما بينتصر. علم النفس بيأكد إن القصص بتساعد العقل البشري على فهم العالم، وإنها وسيلة فعالة لتوصيل القيم. في تجربة عملوها على مجموعة أطفال، قرأوا لهم قصة عن الكرم، وبعدها لاحظوا إن تصرفاتهم فعلا اتغيرت. القصص مش بس بتأثر، دي بتبني، بتشكل، وبتزرع بذور بتفضل تكبر جوانا طول العمر. القصص مش للترفيه بس، دي أداة قوية بتعدل المشاعر وبتوصل الرسائل اللي ما تنساهاش القلوب مهما عدت السنين. لو عندك قصة ما زالت مأثرة فيك، اكتبها لي في التعليقات. وسيبك من كل حاجة وروح شوف الفيديو اللي بحكي فيه أقوى قصة أثرت فيا شخصياً.